انت بتذاكر بالساعات وبعدها بيومين بس بتنسى، الفيديو ده ليك وركز معايا، عشان الفيديو ده هيوفر لك شهور كتير قوي ضايعين من حياتك. ناس كتير جدا من الطلبه مهما بتذاكر تيجي تبص في الكتاب تلاقي نفسها مش فاكره اي حاجه. في جزء كبير منكم بيشتكي لي ان هو مهما بيذاكر بيجي يحل برضه مش بيبقى عارف يحل، ممكن يفتكر اي حاجه من اللي ذاكرها انه ما ذاكرش. في منكم او ممكن يكون كلكم اصلا ذاكروا حاجه تسالوا نفسكم بعدها بدقيقه واحده بس، مجرد ما تقفل الكتاب تلاقي نفسك مش فاكر اي حاجه. فانا هقول لك دلوقتي على 3 اسباب بيخلوك تنسى كل اللي انت ذاكرته. السبب الثالث تحديدا هو اللي بيضيع تعبك كله، فركز معايا. بس قبل ما اقول لك خليني اسالك سؤال واحد بس، هل عمرك قعدت تذاكر وحسيت ان انت فاهم كل حاجه وانت تمام، انت هتقوم تحضر دكتوراه في الماده دي، وبعدها بيومين او يا دوبك اول ما تقفل الكتاب او اول ما تقوم من على المذاكره تيجي تسال نفسك سؤال تلاقي نفسك مش عارف حاجه، تلاقي نفسك مش فاكر اسم الماده اصلا. والحقيقه مشكلتك انك مش غبي او محتاج اقوم فيه، مشكلتك انك بتذاكر بطريقه غلط. 99% من الطلبه بيعملوا ال3 غلطات دول وبعدها يستغربوا هو انا بنسى ليه. السبب الاولاني هو انك بتذاكر مره واحده، بتذاكر مره واحده يعني كل مره واحده، لا انت بتذاكر اصلا الحاجه اللي انت بتذاكرها دي مره واحده بس. المخ الميكانيزم بتاعه مش بيشتغل ان هو يخزن من اول مره او يفتكر الحاجه من اول مره. المعلومه انت اول ما بتذاكرها بتخش على الذاكره قصيره المدى، فانت يا دوب ما بتقفل الكتاب او بتخلص مذاكره فانت بتنسى، ما بتكونش دخلت على الذاكره طويله المدى. ازاي ندخلها بقى في الذاكره طويله المدى ونقعد فاكرينها وقت طويل؟ بالتكرار، بكل بساطه بالتكرار، يعني بالمراجعه كتير. فانت لازم تراجع كويس على فترات متباعده. دي قاعده قلناها قبل كده اسمها قاعده التكرار المتباعد. لو انتوا شفتوا الفيديو هحط لكم هنا او هنا او في الديسكربشن، هحط لكم في حته يعني كده بنتكلم عن قاعده التكرار المتباعد دي، وهي انك لازم تذاكر نفس الحاجه او تراجع نفس الحاجه على فترات زمنيه متباعده. يعني انت بتذاكر الحاجه النهارده فانت بعدها بيومين بتراجعها، بعدها ب3 4 ايام بتراجعها، اخر الاسبوع بتراجعها، فانت كده خلاص الحمد لله هي دخلت ونعنشت وايه ودخلت ربعت، عمرك ما هتنساها تاني. انما انت بتذاكر الحاجه مره واحده بس وفاكر نفسك ان انت هتفتكرها. احنا كلنا اصلا ذاكره دبانه، فانت مستحيل تفتكر، بل ممكن تكون ذاكره الدبانه بتفتكر عننا. السبب التاني بقى هو انك بتقرا بس، بتقرا وخلاص. يعني انا قاعد بكرر، عمال بكرر اكرر 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 زي البغبغان وانت مش فاهم اي حاجه، او ممكن تكون فاهم انت مش بتقرا بفهم، ذهنك مش حاضر، دماغك مش حاضره اصلا ومش بتبقى فاهم اللي انت بتقراه. انت بتقرا من غير فهم او بتقرا من غير ما انت تكون مستحضر كل وعيك كل تركيزك في الحاجه دي دلوقتي. وده طبعا يفسر بسبب التشتت اللي احنا فيه، البرين روت والحاجات دي، فهي طبعا اللي مضيعه ومشتته تفكيرنا ومشتته تركيزنا. فده طبيعي في عصرنا الحالي وللاسف كلنا بنعاني من الموضوع ده. هو انتم ملاحظين انا عماله اديكوا مشاكل مشاكل او غلطات بتعملوها بس ما اديتش حل؟ خليكم معايا بس شوف المشاكل الاول وبعد كده هنحل. السبب الثالث بقى وده اقوى واحد فيهم واهم نقطه فيهم، انك مش بتحل. وانا عارفه ان تلاقي لا اله الا الله دلوقتي كلها هتخش لي في الكومنتس وتقعد تقول لي احل ازاي ما انا مش عارف احل ازاي ما انا ما بعرفش احل اصلا عشان احل. فتفضل في نفس اللوب طول ما انت سايب نفسك ما بتعرفش تحل، هتفضل طول عمرك ما بتعرفش تحل. مثلا انت طول ما انت عمال تقنع عقلك ان انت مش هتعرف تحل ومش عارف تحل، هتفضل طول عمرك مش عارف تحل، لان عقلك بيصدق اللي انت بتقوله له. طيب فانت تيجي تسالني دلوقتي تقول لي يعني لو انا قلت لعلي انت تعرف تحل، انت تقدر، انت قوي، انت جامد، انت مش عارفه ايه، هيعرف يحل؟ يعني انا كده كده اقنعته خلاص، هو كده اقتنع يعني؟ اكيد لا طبعا. بس هي الفكره كلها ان انتوا بتذاكروا جزء كبير جدا وبعدها تيجي تحلوا تلاقي نفسك مش عارف تحل. هي دي المعضله او دي المشكله، ان انت بتذاكر جزء كبير وبعد كده تيجي تحل عليه. يعني مثال، انت بتيجي تذاكر الشابتر كامل او الفصل كامل او الباب كامل وبعد كده تروح تحل على الباب، تلاقي نفسك مش عارف تحل حاجه. وده طبيعي لان اصلا الفصل بيبقى فيه كميه معلومات مش طبيعيه. انت بقى طبيعي ان انت مخك يستوعب كل ده ويقدر يربطه ببعض ويقدر يسترجع ويخزن ويربط ويحل كل ده سبحان الله فجاه كده؟ اكيد لا طبعا. الموضوع مش بالسهوله دي، مفيش حد كده اصلا. دي تتحل في انك تذاكر جزئيه جزئيه وتحل عليها بكل بساطه. لما انا اجي اقول لك حل كتير حل كتير فانت تقول لي مش عارف احل، هو طبيعي ما تعرفش تحل، انت عمرك ما جربت تحل، قاعد طول السنه عمال بتذاكر بس ما بتحلش حاجه. هو الامتحان مش هيجي على المذاكره، هيجي على الحل. تمام المذاكره مهمه بس المذاكره لوحدها من غير حل ملهاش اي ثلاثه لازمه، لان مخك بيفضل راكن على جنب ما بيستخدمهاش. انت بتدخل معلومات، بتدخل انبوت، مفيش اوتبوت بيخرج. ليه مفيش حاجه بتخرج؟ ليه؟ عشان انت ما بتخرجهاش، ما بتجبرش عقلك يخرجها. ده هنجبر عقلنا يخرجها ان انت تجبر نفسك ان انت في كل جزئيه تذاكرها تقعد تحل عليها، حتى لو جزئيه صغيره، حتى لو صفحه اقعد تحل على الصفحه دي. وبعد كده انت هتروح تحل، فانت هتلاقي نفسك طبعا مش عارف تحل اي حاجه. ده طبيعي. عشان كده قلت في الفيديو اللي فات كان فيديو بيتكلم عن ازاي تلم المنهج كله في شهرين فقط لا غير، فقط وحصريا على هذه
القناه، هحطه لكم برده فوق هنا او هنا او في الديسكربشن. كنت بتكلم فيه او كنت بقول فيه ان انت كل ما تذاكر جزئيه هتروح تحل عليها، وبعد كده هتروح تحل على الشابتر ككل او على الفصل ككل، ولو حاجه وقفت قدامك هترجع تاني تذاكر الجزئيه اللي وقعت منك دي، لها فيديو او تعمل اي حاجه، خلي صاحبك يشرحها لك، اسال المستر بتاعك، شقلب واعرف. طول ما انت ما بتدورش على اجابات الحاجات اللي انت مش عارفها هتفضل طول عمرك مش عارف. تمام، احنا ذكرنا دلوقتي 3 اخطاء احنا بنعملهم بيخلونا ان احنا مش قادرين نتذكر المعلومه كويس او بنذاكر الحاجه وبننساها. طيب ايه الحل؟ الحل ان انت تغير الطريقه، لان المشكله مش فيك، هي المشكله في الطريقه ذات نفسها. فاحنا نيجي لحته الحل، وهي 3 خطوات بالظبط لو عملتهم صدقني الموضوع ده كله هيتحل، وهتفتكر اي حاجه انت ذاكرتها هتفتكرها. ولو انت في ثانويه عامه دلوقتي فانت فاضل لك حوالي شهرين بس على الامتحانات، لو انت مشيت على ال3 خطوات دول مستحيل تنسى اي معلومه انت قراتها او ذاكرتها. واول طريقه معانا وهي طريقه التكرار الذكي او التكرار المتباعد اللي انا لسه قايله عليها من شويه. طيب طريقه التكرار دي ازاي؟ طريقه التكرار وهي انك تذاكر لمده ساعه او ساعتين على حسب الكباسيتي اللي انت بتستحملها، بتدخلها في مخك، او على حسب انت بتقدر تقعد وقت قد ايه. لو بتستخدم اي تكنيك زي تكنيك البومودورو او بتستخدم اي طريقه مذاكره، فانت قضي الوقت بتاع مذاكرتك اللي انت عامله، السيستم اللي انت عامله لنفسك. فانت مثلا ذاكرت كيمياء، فانت تاني يوم هتيجي تكمل الحاجات اللي انت وقفت عندها، راجع على اللي انت ذاكرته امبارح. يعني انت النهارده ذاكرت الفصل الاولاني في الكيمياء، تاني يوم عايز تذاكر الفصل الثاني، راجع على الاولاني معاك، ربطهم ببعض، ارجع عليه كده قراءه خفيفه، اقراه، مش هياخد منك ربع ساعه او نص ساعه بالكتير قوي، لانك اوريدي لسه مذاكره امبارح. فهي دي طريقه التكرار المتابع. تمام، انت ذاكرت الماده، ثاني يوم رجعت الجزء ده، بعدها ب3 ايام راجع نفس الجزء، بعدها باسبوع خد الماده كلها كقراءه وحل، انت خلاص شلت الماده دي. وبقى قابلني لو نسيت اي حاجه فيها، لانك ذاكرت كل حاجه كذا مره، رجعت كل حاجه كذا مره، فمخك خلاص حفظ خلاص. يعني حتى لو انت مين، لو انت اغبى بني ادم في الدنيا برضه هتفتكر، لو انت اكتر بني ادم في الدنيا بينسى برضه هتفتكر. تمام، ده اول حل. تاني حل بقى هو انك تسترجع المعلومه. يعني ايه استرجع المعلومه؟ يعني ترجع المعلومه اللي انت لسه قاريها من 5 ثواني. اول ما تقرا صفحه او تقرا جزء، اقفل الكتاب واسال نفسك فيه، هل انا فاكر؟ هل انت فهمت الجزئيه دي ولا انت كنت بتضحك على نفسك؟ لانك ممكن عشان تمشي الدنيا تقول انا فهمت انا فهمت، وانت مش فاهم حاجه، او انا خلاص تمام انا عرفتها وانت مش عارف حاجه. فلازم كل جزئيه تذاكرها تقفل الكتاب وتسال نفسك فيها، تقفل الكتاب وتسال نفسك فيها. بمجرد ما انت تعمل سؤال مفاجئ لعقلك، مخك بيتعود ان هو يتسال، بيتعود ان هو يرجع المعلومه، يسترجع المعلومه. فانت كأن بتبرمج مخك على الامتحان من غير ما انت تاخد بالك. انت في الشهرين دول كل ما بتذاكر حاجه بتسال مخك وبتعصر مخك على الاجابه، انت بالتالي مخك بيتعود على الاسترس وان ازاي يسترجع المعلومه اللي هو لسه قاريها. وفي نفس الوقت انت بعد ما تخلص الجزئيه اصلا كلها تروح تحل عليها، فانت برضه هتعصر مخك وهتجبر عقلك ان هو يفتكر المعلومه اللي انت لسه ذاكرها. والطريقه الثالثه وهي مرتبطه برضه بالطريقه اللي فاتت، وانك انك حل اسئله وحل غلط، او حتى لو كل الاجابات غلط مش مهم، لما تغلط تتعلم. الغلط يساوي تعلم اسرع. طول ما انت خايف تغلط فانت مش هتتعلم، طول ما انت خايف تواجه نفسك ان انت مش فاهم حاجه هتفضل مش فاهم حاجه. كان في حد في ثانويه عامه وهو دلوقتي في الجامعه انا اعرفه شخصيا، صدقوني ما كانش بيذاكر في اليوم الواحد غير حوالي 3 ساعات. في واحد صاحبه كان 12 ساعه على الكتاب، 12 ساعه ما كانش بينام اصلا، ممكن اكتر من 12 ساعه كمان. عايزه اقول لكم هما الاثنين جابوا نفس الدرجه. ازاي؟ هل ده غبي وهل ده ذكي؟ لا طبعا ده غبي وده ذكي. بتفرق في طريقه المذاكره، بتفرق في ان الشخص ده بينسى كتير، مهما بيذاكر ما بيفتكرش، فبيقعد فترات طويله جدا يقعد يذاكر. والتاني بيذاكر بفهم، التاني عارف ازاي يذاكر كويس، عارف ازاي يضحك على عقله، يخلي عقله فاهم الدنيا. ازاي ده؟ ان هو كان بيذاكر بيحل كتير، هو كان بيحل اكتر من المذاكره. يعني ممكن كان بيحل 3/4 ويذاكر الربع، ده حرفيا لان هو اصلا كان بيكره المذاكره، كان بيكره ان هو يقعد يذاكر، بيكره ان هو يقعد يمسك كتاب كده ويقعد يذاكر او يمسك ورقه وقلم يقعد يذاكر. هو كان دماغه في الحل، هو بيحب الحل، بيفهم عن طريق الحل. حتى لو في جزء مش فاهمه كان بيروح يحل، ولما يلاقي الاسئله اللي هو مش فاهمها يرجع يشوف شرحها. يعني بيذاكر بالعكس، بيشوف الشرح الاول وبعد كده بيروح يحل. لا، كان بيحل الاول وبعديها بيروح يشوف الشرح. وده اللي انا بقوله برضو للناس اللي بتقعد تسالني انا ما بعرفش احل، انا بحل غلط. دي النقطه، بتروح تحل عشان تعرف ان انت مش عارف تحل وترجع تذاكر اللي انت مش عارف. المهم خلونا نكمل. شايفين بقى بكل الهري اللي انا هريته ده، دي غلطه واحده بس، وهي اكبر غلطه انت ممكن تعملها، هي مجهود كل اللي احنا قلناه من شويه. وهي ايه؟ وهي انك تحس ان انت فاهم. يعني انت ذاكرت حليت صح والدنيا تمام وحاسس ان انت فاهم وحاسس ان انت تمام، انت هتقوم تشرح للطلبه دلوقتي، انت بتشرح لاصحابك، تحس ان انت فاهم فما تراجعش.
ترجعش بعد كده، يعني خلاص انا فاهم الجزئيه دي، انا ذاكرتها وراجعتها وحليت عليها وقفلت عليها ورميت وتسيبها. تيجي بقى تكتشف ليله الامتحان، تيجي تفتح الماده تلاقي نفسك مش فاكر حاجه. لو انت شفتش الفيديو اللي فات اللي كان بيتكلم عن ازاي تلم الماده في شهرين، ممكن تشوفوه، بقول لكم برضه هنا او هنا او هنا. الفيديو ده كان بيتكلم عن خطه كامله مكمله وخطوات كامله تعملها، لو عملتها الشهرين دول هيبقوا بالنسبه لك خلاص، انت بجد الشهرين دول هتتساوى باللي بيذاكر من اول السنه. بس انت تذاكر صح وتنفذ الخطوات اللي انا قايلها في الفيديو. تمام، خلينا بقى نخش على جزء الطبي. خلينا نختم بالمثال عشان يلم كل اللي احنا قلناه دوت. وانت دلوقتي عندك درس النهارده وعندك محاضره وجيت منها او خلصتها، تعمل ايه؟ اول حاجه تقعد تذاكرها، ده بديهي. انتوا دلوقتي في المراجعات اوريدي، فانتوا ممكن تكونوا تاخدوا مثلا مراجعه الباب شامل او الفصل كامل، الباب شامل او الفصل كامل. المهم يعني انتوا بتاخدوا الجزئيه اللي انتوا خدتوها في المراجعه دي، فانت هترجع تذاكرها وتريح لك كده نص ساعه ساعه كده، تقوم تشرب لك حاجه ولا تاكل لك سندوتش جبنه وترجع تذاكرها تاني، قراءها تاني، راجعها تاني، عشان عقلك يدخلها في الذاكره طويله المدى اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. بعد تمام ما خلصنا كل الاجزاء دي، حل عليها الحل اللي واقف معاك، ارجع شوف الشرح بتاعه او اسال الاسيستنت او اسال الناس. بعد اسبوع هتعمل اختبار شامل لكل اللي انت ذاكرته الاسبوع ده. فالموضوع مش انك تذاكر اكتر، الموضوع انك تذاكر صح. وفي اخر شهرين صدقوني الطريقه دي هتفرق معاكم جدا 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 جدا، او الطرق دي يعني هتفرق معاكم جدا جدا، هتفرق بينك وبين اي شخص تاني. ولو انت جيت تقول هل انا هلحق وهل ربنا هيساويني اللي بيذاكر من اول السنه، هي ما بتتحسبش كده. اللي بيذاكر من اول السنه ممكن يجي دلوقتي او يجي اخر شهرين يتعب ونفسه خلاص يخلص وما يقدرش يكمل، بس انت ممكن الشهرين دول تاخدهم جد يبقى بمقام مجهود السنه كلها. وهي في النهايه وفي الاول وفي الاخر ارزاق، انت بتسعى وربنا بيرزقك وربنا بيكرمك بعده عوامل، يعني مش بتبقى بيكرمك عشان انت تعبت بس، في حاجات كتيره قوي ربنا بيكرم عليها وبيجازي عليها. واحد ممكن يكون ما وروش حاجه غير المذاكره، واحد تاني ممكن يكون عنده ظروف كبيره جدا في عيلته فمش بيقدر يذاكر عشان عنده فعلا مشاكل ومش بيقدر. ممكن تلاقي الاثنين جايبين نفس الدرجه، او ممكن اللي عنده مشاكل ده جايب درجه اعلى. هل ده ظلم؟ طبعا مش ظلم، ربنا ما بيظلمش حد، بس ده رزقه وده رزقه، ده خد رزقه هنا وده خد رزقه هنا. لان اللي ما ذاكرش ده ما بيذاكرش مرقعه او استعباط، كان عنده مشاكل. وحتى لو انت ما بتذاكرش مرقعه او استعباط، في اهلك بيتعبوا عليك ربنا بيجازي عليهم. اي حاجه انت بتعملها او اي حاجه بتحصل لك في حياتك ربنا بيجازي عليك، والمجهود اللي انت هتعمله ده مش هيروح هدر. فانت ابذل مجهود وما تستسلمش وما تقولش خلاص الوقت فاتني او انا هقسم السنه، لان في ناس كتير قوي دخلت لي قالت ان انا عايزه اقسم السنه. يا جماعه صدقوني والله العظيم رزق مهما تجروا منه هيسيبكم. في ناس كتيره قوي كانت بتقسم السنه برضه كانت بتجيب درجه وحشه. والله العظيم في حد حكى قبل كده ان هو جاب 52%، عاد تاني الثانويه عامه مش عارفه قدم ورق ايه ان هو عايز يعيد او حاجه كده يعني، المهم ان هو عاد تاني وجاب نفس ال 52. رزقك هيفضل هو هو مهما انت تحاول تلف وتدور وتدور وتعمل، انت بس ما عليك الا السعي ده اللي انت هتتجازى عليه حسنات حسنات قبل اي حاجه. انت حتى لو ما جاتلكش الكليه اللي انت نفسك فيها او الحلم اللي انت عايز تحققه، هو كده كده متشلك خير. حتى لو انت تعبت، حتى لو انت عملت كل اللي عليك وبرضه الكليه اللي انت نفسك فيها دي ما جاتلكش، فده مش شر. ممكن ربنا يكون بيمنع عنك اذى ان الكليه دي شر ليك، وممكن فجاه تلاقي نفسك مش حاببها او مش مبسوط فيها، او تتخرج تلاقي شغل زي كل الناس، كلنا بنتخرج مش بنلاقي شغل، فربنا يبدل لك الحاجه اللي انت كان نفسك فيها دي بخير. فانت ما تخافش ان انت تسعى وما تخافش ان انت تتعب للحاجه ما تتحققش، مش مهم حتى لو ما اتحققتش، المهم ان انت عملت اللي عليك. ولو عايزين نعمل جدول كامل تمشي عليه يوم بيوم ماده ماده، اكتب لي في الكومنتس ان انت عايز نعمل جدول. الفيديو جاي ان شاء الله هنبتدي ان احنا نعمل جدول سوا في الشهرين دول ازاي تذاكر وتفنش كل المواد اللي عليك بمراجعتهم بالحل بكل حاجه. بالتوفيق ليكم جميعا ان شاء الله. بس كده انا هاجر منصور، دي كانت حلقه النهارده. تعملوا لايك شير سبسكرايب وتفعيل زر الجرس وتابعوني على انستجرام وتيك توك في الفيديو الجاي. باي باي.